لو ما جربتهاش بالطريقة دي فايتك كتير قوي. ليه بتروحي تشتريها بالغالي لما انت هتعملي وليمة في صينية واحدة، وبدل ما تشتري بس طاجن عامل 75 جنيه، ده انت بال75 جنيه يعني او ب100 جنيه هتعملي وليمة من المكرونة. سمي بالله وصلي على الرسول ووعي تسلقيها وتعالي هنا على طول. هاتي حلة وانزلي فيها بمعلقتين زيت وفصين من التوم، اديهم تشويحة وانزلي بلتر من عصير الطماطم. حطي بقى البهارات بتاعتك، كمون، ملح، بابريكا، كزبرة، شوية من السكر، شوية من البابريكا المدخنة، كمان معلقتين 3 كده من الصلصة حلوين، كمان مكعب من الماجي هوريها لكم دلوقتي، ودي يا جماعة ماجي مصري عشان ما تقولوليش دي مقاطعة. وكمان اخر حاجه ضفتها معلقه صغيره من السكر كده عشان تعادل الحموضه، ونزلت كمان بكوبايتين من الميه عشان انا عايزه الصلصه بتاعتي تبقى خفيفه. بعد كده بقى جبت طاسه وحطيت فيها حوالي 3 معالق من الزيت، بصلتين كده حلوين متقطعين مكعبات هشوحهم. كمان هسيبلك تحت في الكومنتات تطبيق بجيب كل الافكار دي من عليه، كل الحلويات والاكلات والمشروبات اللي انتي نفسك فيها هتلاقيه فيها بدون انترنت، هسيبهولك في اول تعليق تحت. بعد كده كمان نزلت بنص كيلو من اللحمه المفرومه، وابتديت ان انا اعصجه بقى بالشكل ده. طبعا الطريقه دي بسيطه جدا، تقدري تعمليها كمان بالفراخ، تقدري تعمليها بالجمبري، تقدري تعمليها باي حاجه انت عايزاها، بالسجق، بالكبده، براحتك. اول ما معايا اللحمه ابتدت كده تاخد لون، نزلت بقى بمعلقه كبيره من الصلصه، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من البابريكا، معلقه من السبع بهارات، وشويه كده من السكر برضو بتخلي طعم اللحمه تحفه، والملح بتاعك بقى زي ما انت عايزه. وببتدي بقى ان انا اقلبهم كده كويس مع بعض. وبعد كده بنزل بقى بشويه من الطماطم متقطعه قطع صغيره، طبعا انا عامله نص كيلو لان انا عامله صينيه كبيره، تقدري بقى تقللي تعملي بربع كيلو، تقدري تزودي حسب الكميه اللي انت عايزاها. هنا بقى كان معايا طماطميتين كده قطعتهم مكعبات، وكمان حطي قرن فلفل حامي لو بتحبي، ولو مش بتحبي حطي اخضر كده اللي هو الرومي العادي، ولو عندك الوان كمان ضيفي بيديها طعم حلو قوي. وكمان ضفت معلقه كده صغيره من الثوم المفروم، وبس كده. وزي ما قلت لك الملح اللي انت عايزاه، عايزه بقى تعمليها في طواجن، عايزه تعمليها في صينيه، انا بصراحه استسهلت وعملتها في صينيه، وبجد طعمها يجنن يجنن، حاجه كده في منتهى السهوله. حطيت اللحمه وحطيت عليها المكرونه، انا نزلت عليها بحوالي كيلو الا ربع من المكرونه، دي الصينيه اكبر حاجه عندي. ودي الصلصة اللي انا عملتها معاكم، لازم المكرونة تبقى متغطية كده. بعد كده بقى بدخل المعلقة كده وابتدي ان انا اشرب المكرونة، وبعد كده بدخلها بحط الشبكة على الصاجة من تحت، وبحطها فوق الشبكة وبسيبها نص ساعة، ساعة الا ربع بتكون مستوية. شايفين بقى سهلة وبسيطة بجد في منتهى الجمال. ما تنسوش تعملوا لايك وشير.